هلو هلو. طبعا الجو الحر ده محتاج حاجة ساقعة كده ترطب علينا. يا سلام على ايس كريم المانجا. تعالى اقول لكم، من كيلو مانجا واحد عملنا ايس كريم بيتي، وبتكلفة اقل كتير من اللي بنجيبها من بره، وطعمه جميل جدا. وده طبعا تعملي لولادك، شكله حلو جدا ويفرحوا بيه. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا مانجا، كيلو مانجا مقطعاها، قطعي التقطيعة اللي تحبيها، لان احنا كده كده هنضربها كده ضربة كويسة بالميكسر، مش عايزة فيها ولا نقطة مية، وتكون متلجة، يعني تكون المانجا ساقعة جدا. اهو شايفين بقى بعد ما ضربتها بقت عاملة ازاي. وهنيجي هنا بقى في بولة تانية نعمل الكريم شانتيه. دي كوباية كريم شانتيه، تمام. هحط عليها فنجان سكر بودرة حسب تحلية المانجا بتاعتك، يعني ممكن يبقى كوباية سكر حسب تحلية المانجا بتاعتك، لو مش مسكرة أوي زودي السكر. واحط رشة فانيليا صغيرة، ويعني 3 4 معالق لبن، بس لبن ساقع جدا. وهبدأ بقى اضرب الكريم شانتيه كويس كده. اهو ده القوام بتاعه، شايفين قوامه بقى عامل ازاي. اهو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هشيل بقى هنا الويكس، وهرجع اركبه تاني. شيلته ليه مش عارفة، هتشوفوا دلوقتي معايا. هنيجي بقى هنا هنجيب المانجا اللي هي المضروبة، وهنزل عليها بالكريم شانتيه كله، وهقلبها تقلبتين تاني او هديها ضربتين تاني بالمضرب. هقلبها كده بالراحة. وبعد كده لا، انا قلت بقى هي محتاجة تتضرب تاني. نزلت بقى بكمية الكريم شانتيه كله وهضربها كويس قوي. طيب انا ضربتها كويس جدا خلاص، والقوام بتاعها بقى حلو جدا، بس في حاجة مش عجباني. لونها تحس ان هو فتح، يعني لونها مش لون مانجا، انا حسيت ان لونها فتح. هعمل حركة حلوة بقى كده، جاتلي كده وانا واقفة بضرب في المانجا، قلت طب اعمل ايه معاها. هقول لكم انا عملت ايه. انا عندي زعفران، الزعفران اللي بيتحط على الفراخ المشوية والرز البسمتي والكلام ده كله. هحط معلقة صغيرة قوي منه. هتشوفوا لونها هيرجع دلوقتي زي لون المانجا الطبيعي التاني ازاي. وهضرب بقى كده تاني. شايفين بقى اللون، ايه رأيكم؟ رجعت تاني نفس لون المانجا الطبيعي. بس احنا ما عملناش حاجة على فكرة، ها، محدش يقول السر ده خالص لأي حد. ادي قوامها. هبدأ بقى انزله في علبة تلاجة، في اي علبة عندك. هنزل بقى كده بكمية، بربع الكمية بالظبط او نص الكمية، عشان احط النص التاني في البولات بتاعة الايس كريم دي. اغطيها بقى واسيبها، يستحسن الايس كريم ليلة كاملة في الفريزر. ليلة كاملة، مش ساعتين ويطلع، ما ينفعش. هنا بقى احط قمعة عشان طبعا ايه اعرف انزله كويس في البولات بتاعة الايس كريم. البولات دي حلوة جدا بقى لولادك، لولاد اختك، لو عندك، لو ولاد اخوكي، تبقى جميل. وللكبار برضو يا جماعة، مش هيجرى حاجة يعني، مفيش مانع لو خدنا واحدة او اتنين يعني. هقفلها بقى كويس قوي عشان لما تيجي تطلع بالايس كريم ال- العصاية تبقى ماسكة كويس في قلب المانجا. واديني خلصت. ادي الكمية، شفت من كيلو مانجا عمل كمية قد ايه. ادي عمل علبة تلاجة وعلبة تانية والبولات ديت. هبدأ بقى اغرفه هنا معاكم. انا طلعت بس ما تلجتهوش قوي عشان اقدر اغرفه معاكم. طعمه جميل جدا. عايزة بقى تعملي بالفراولة، هيبقى نفس اللي انا عملته تعمليه بالفراولة عادي خالص. وربنا يسهل ان شاء الله هعمل لكم الايس كريم شوكليت. شايفين شكله ما شاء الله تحفة. ادي هو شكله في البولات، حلو جدا. عايزين بقى عندكم شوكليت شيبس حطوه عليها وجربوه، مش هتندموا. باي باي.